أكدت رئاسة أركان القوات البرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة تنفيذ مهام الاستطلاع والتأمين على مدار الساعة في مناطق ما يعرف بمثلث السلفادور المتاخم للحدود الجزائرية والنيجيرية بكل حرفية ومهنية وانضباطية عالية لصد أي محاولات للخروقات الأمنية بتلك المناطق. نتابع. تأمين الحدود وحماية الوطن والمواطنين من أبرز واجبات الجيش الوطني، ومن هذا المنطلق وبتعليمات مباشرة من القائد العام المشير خليفة حفتر وبإشراف مباشر من رئيس أركان القوات البرية الفريق صدام حفتر، قامت شعبة الطيران الجوي بالرئاسة بنشاط مكثف باستطلاع جوي مع الدوريات الصحراوية في المنطقة الحدودية للبلاد بين الجزائر والنيجر، وهي ما تعرف بمثلث السلفادور، لتأمين الحدود وتعزيز الاستقرار جنوب غربي البلاد. هذه الجولات الاستطلاعية تعكس جهود رئاسة أركان القوات البرية في حفظ أمن البلاد، وتعد هذه الخطوات جزءا من خطة استراتيجية تهدف إلى مراقبة الشريط الحدودي ومحاربة أي تهديدات محتملة، حيث أكد رئيس أركان القوات البرية على أهمية بقاء هذه القوات في حالة استعداد دائم لضمان سلامة المنطقة وتعزيز الأمن فيها.